السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. طبعا كلنا تابعنا الفترة اللي فاتت الدراما اللي بتحصل في المصرية، ويمكن أنا بقول إن الدراما المصرية لا تمثلني، أو الدراما المصرية لا تمثل مصر. ويمكن كل الناس بتسأل هو ليه المنتجين والمخرجين مصرين إن هم يظهروا الشعب المصري بالصور دي. يعني كل الشباب اللي بتظهر على المسلسلات وكل الرجالة يا إما راجل خاين يا إما شاب بلطجي. بيظهروا السيدات إن هم ناس مش كويسين، ناس مش محترمة، الست مش محترمة، الست مش كويسة، تجار مخدرات. ليه؟ يعني هو مين اللي قال لحضرتكم إن المجتمع المصري بالصورة دي؟ وليه حضراتكم بتصدروا صورة مش كويسة عننا؟ وهل المسلسلات اللي حضراتكم بتعملوها دي تتناسب مع عظم وقدسية شهر رمضان؟ يمكن أنا بحيي جدا الرئيس إن هو اتكلم في الموضوع ده، لأنه هو واحد من فرد من أفراد الشعب المصري، وشاف إن الموضوع بقى أوفر قوي وبقى حاجة لا تطاق. بيصدروا لأولادنا حاجات مش كويسة، بيعلموا أولادنا حاجات مش لطيفة. احنا كنا زمان كانت المسلسلات في رمضان ديت بتعلم حاجة، بتنمي ثقافة معينة، بتنمي فكر معين، مش بتنمي روح البلطجة وروح قلة الأدب وروح الخيانة. ايه ده؟ ويمكن حضراتكم شفتم برنامج بسيط خالص عامله أحد أصدقائنا الفنان سامح. برنامج بسيط بيقدم معلومات بسيطة وبإمكانيات بسيطة جدا. البرنامج محقق مشاهدات عالية جدا، الناس كلها بتتفرج عليها، الناس كلها بدأت تشيد بالبرنامج هو وغيره. الناس برضو الشعب المصري شعب محترم. لو سمحتم الناس القائمة على الإنتاج، يمكن أنا عرفت إن السيد رئيس الوزراء عمل اجتماع وجاب الناس المعنية، المجلس الأعلى للثقافة، المجلس الأعلى للإعلام، المتحدة، يعني الشركة المتحدة. أنا مش فاهم أنتوا يعني إلى الآن يا جماعة أنتوا منتظرين إيه؟ هو مش لازم كل حاجة تيجي بتوجيه تعملوا كذا. المفترض يبقى عندنا حس ثقافي وحس فني وحس أدبي وحس أخلاقي وحس وطني قبل كل كده. إن حضرتك تبقى بتخاف على البلد، تبقى عايز الأجيال اللي طالعة أجيال محترمة، مش أصدر البلطجة وقلة الأدب. كل التحية وكل الاحترام لأي حد خايف على البلد، لأي حد بيحاول ينمي في ثقافة البلد ويعزز الانتماء لولاد البلد، مش يهد كيان مصر. ربنا يحفظ مصر ويحفظ كل ولادنا ويحفظ كل بناتنا وينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمين اللهم آمين. أشوفكم إن شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله.